السلام عليكم. ريال مدريد شو بيحتاج حتى ينتصر بهذا الموسم بالدوري الاسباني مع صراع يبدو بانه راح يكون محتدم حتى اخر جوله مع برشلونه على لقب لا ليغا. السلام عليكم من جديد احبائي الكرام، كيف احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا جميعا بالف خير. هذا فيديو مخصص عن ريال مدريد كونه قرب كاس العالم. بدي احاول احكي فيه عن ريال مدريد بعد ما انتهت 14 جوله من الدوري الاسباني، وراح يكون معنا توقف بسبب مونديال قطر 2022. وعلى سيره المونديال بذكركم اني انا موجود معكم يوميا على تطبيق بيجو لايف ان شاء الله تعالى مساء، بدردش معكم بامور رياضيه وحياتيه عامه، وعم نكون كتار ما شاء الله تعالى. وعن جد شكرا لدعمكم الاكثر من رائع على هذاك التطبيق. طبعا لو بدك تحمل التطبيق رابطه موجود بصندوق الوصف، وكذلك الاي دي الخاص بحسابي. طبعا بمناسبه المونديال في كثير حاليا من الاحداث، وكذلك الجروبات الكثير على تطبيق بيجو مخصصه فقط لكاس العالم. حتى برا كاس العالم في عندنا مثلا مجتمع بيجو كوره، مجتمع بيجو رياضه، مجتمعات كثيره عم نحاول نعمل جونا الخاص بالرياضه. وحاليا في اهتمام خاص وموجه بشكل كبير جدا بخصوص في مونديال قطر 2022، وعن جد في اهتمام اكثر من رائع، وفي احداث ممكن تفوزوا فيها بجوائز كبيره. فقط حمل التطبيق، فوت على هي المجتمعات، ابحث عن مجتمع كاس العالم، ابحث عن مجتمع بيجو كوره، بيجو رياضه، انا موجود فيهم جميعا، بتشوفوني هنيك ان شاء الله تعالى. وفيكم تستفيدوا من كثير امور حتى انكم تتفاعلوا بشكل رهيب جدا وتكونوا متواصلين مع العالم المتفاعله مع مونديال قطر. جميع الروابط بتلاقوها بصندوق الوصف، وكذلك الاي دي الخاص بحسابي سبورت كافيه. خلينا نبدا بالتفاصيل مباشره. نحكي عن ريال مدريد بعد 14 جوله من الدوري الاسباني لهذا الموسم. طبعا هذا الفيديو ارتجالي، لا هو بتحضير، لا هو بهدف معين، انما هو افكار ودردشه سريعه عن ريال مدريد فقط. طبعا على القناه الجديده نسيم كوره اكيد كما هو معتاد ان شاء الله تعالى. مع هذا التوقف رح يكون في فيديو خاص عن ريال مدريد وبرشلونه مع بعض حتى ادمج الفكرتين، لكن هذا فيديو هيك دردشه سريعه وطلعت مره ببالي، يعني كونه في اسئله كثير عن ريال مدريد، وانه اخي برشلونه طلع من دوري الابطال ويبدو بانه هو اقل منا، ليش مركز اكثر بالدوري الاسباني، شو قصته كذا. فيعني هي شويه افكار رح احاول احكي فيها. لحد الان لعب 14 جوله، برشلونه متصدر ب 37 نقطه، الريال برا ب 35 نقطه، في فارق هو نقطتين فقط، وهدول النقطتين اجوا بتعادل اضافي، تعادلوا ريال مدريد عن برشلونه، لانه الفريقين لعبوا 14 مباراه، خسروا مباراه، كل واحد منهم خسر مباراه. برشلونه تعادل بوحده وانتصر ب 12، ريال مدريد تعادل بتنتين وفاز ب 11، فقط هذا هو التعادل الوحيد. لكن في فارق ملحوظ جدا، القوه الهجوميه متعادلين فيها، الفريقين اقوى فريقين بالليغا هجوميا مسجلين 33 هدف، لكن بفارق استقبال الاهداف، لان انت بتحكي عن برشلونه مستقبل 5 اهداف فقط، هو ربما اقوى دفاع باوروبا كامله وليس فقط في الليغا المحليه. طبعا بعرف انه ما بيعكس هذا الشيء انه هو اقوى دفاع باوروبا، يعني هو فعلا اقوى دفاع باوروبا، لا، لكن من حيث الارقام هو اقوى دفاع باوروبا، فلهيك متصدر بفارق رهيب من الناحيه الدفاعيه. ريال مدريد مستقبل 14 هدف، يعني عم تحكي عن قريب 3 اضعاف، انت 150% زياده، وهذا رقم مهول جدا وكبير جدا. فمن هون فينا نفوت على المدخل مباشره، انه اول عيب عند ريال مدريد هو مشكله القوه الدفاعيه ومشكله الصلابه الدفاعيه، وانه الفريق بيتلقى اهداف بكل بساطه. هل المشكله بحارسك؟ لا، انت عندك كورتوا، ربما اليوم هو افضل حارس بالعالم اذا لم يكن الافضل ايضا. على مستوى القوه الهجوميه انت امورك ممتازه، انت امورك لما عم يكون غائب حلال العقد عندك واللي هو كريم بنزيما، نجح كارلو انشيلوتي بانه يوجد توليفه يعمل تنوع اسلحه. يعني انت كان يجيك كريم بنزيما، صار يغيب كريم بنزيما، فينيسيوس بيسجل، مودريتش بيسجل، توني كروس بيسجل، بيجيك مدافع من ورا ميليتاو بيسجل، بيجيك فيدي فالفيردي مساهم بكميه اهداف كبيره جدا ايضا ممتازه. فلقى التوليفه بحيث انه يخرج هجوميا بنتيجه طيبه، وهذا الشيء يسمى تنوع اسلحه حسن يوصل له كارلو انشيلوتي. لكن بنلاحظ انه المشكله عند ريال مدريد هي دفاعيه بحته، وهون الخوف. هذا الشيء اللي لازم يتعب عليه كارلو انشيلوتي حتى يضل يصارع برشلونه على لقب الليغا، يعني مو حتى ينتصر، لكن حتى تضل عم تصارع حتى النهايه. بالنهايه تفاصيل صغيره، مباراه تنتين هي اللي بتاخذ منك الليغا او بتعطيك اياها بينك وبين برشلونه، لانه الفريقين واضح انه رح يركزوا بشكل كبير، وخاصه اذا ما قلنا انه برشلونه حاليا طلع من دوري الابطال راح للدوري الاوروبي. لو حصل شيء معه وخرج مثلا من الدوري الاوروبي حاليا مع اليونايتد، انا بحكي مثلا، انا بدي انظر الان بمنظور ريال مدريد، لو خرج برشلونه حيتفرغ بشكل رهيب جدا للدوري الاسباني، يعني هو خلقه اصلا محليا بيكون مركز كتير. وبرشلونه نجح بانه يصنع من فريقه فريق يعرف يدافع دفاعيا، عنده كميه اصابات كبيره، وهو اللي خرجه من دوري ابطال اوروبا مشكلته الدفاعيه، انه اصيب كل خط دفاعه بدوري ابطال اوروبا. طيب ما كان مصاب بالدوري الاسباني، نعم، لكن عرف تشافي يحول المعركه دائما بالملعب تكون بالخط بالثلث الاخير او المتوسط من الملعب، ما يخلي المعركه توصل لعند مرماه.
وهذا اللي نجح فيه تشافي، وربما هي من ابرز الايجابيات لتشافي هرنانديز. ريال مدريد لا، ما عم يعرف يخلي المعركه متقدمه، يعني قصه الضغط عم يعمل ريال مدريد لكن ما عم يعملها بشكل صح. انت عم تضغط لكن الخصم عم يحسن يوصل لمرماك، ولما عم يحسن يوصل لمرماك انت كمنظومه دفاعيه ما عم تعرف تدافع. زيد عليك الاخطاء الفرديه بحد ذاتها، انت كافراد جودتهم عاليه عندك، لكن عم يصير اخطاء فرديه عم تحدث مواقف بتحس الريال ما مركز لها ابدا كعناصر، هو ما مركز لهيك لقطات نهائيا، وكانه انا دائما رح اكون مستحوذ، خصمي ما رح يهاجمني، بتحسهم كانه مو مستعدين لهيك لقطات. هي اللقطات صارت سواء مع مندي، مع روديجر، مع الابا، مع ميليتاو، فنحن ما فينا نقول والله اليوم مندي سيء، شيل مندي جيب فلان، ما بتنحل هيك القصه. شيل روديجر حط فلان، لا، شيل ميليتاو حط فلان، لا. حتى الناس اللي بتروج لفكره روديجر يكون قلب دفاع يعني هاي مصيبه، وتحط ديفيد الابا على اليسار هيك بتاكل 30 جول حبيب لهلا ب 14 جوله. يعني طبعا في ناس كانت تلومني كثير على هي الكلمه انه لا روديجر لازم يكون اساسي والابا يروح يسار، هي فكرتهم انه يطلعوا مندي من التشكيله، وانا ماني مع انه مندي يضل بالتشكيله اساسي وانه هو افضل مدافع بالعالم، لا لا لا، لكن انه روديجر ما بيزبط قلب دفاع مع الريال. انا هي وجهه نظري، قلب دفاع اساسي انا بقصد، يعني كان الفريق اكل 30 جول، يعني روديجر شرداته لقدام يعني مصيبه. ايه اوكي شخصيه قويه وكذا ومن هالحكي وبيزيد للامام بشكل رهيب، نعم، لكن كصلابه دفاعيه لا، روديجر بيعرف يلعب بثلاثي دفاعي فقط، يعني اصلا ثنائي دفاع عم تزبط معه. فانت عندك هون مشكله لازم كارلو انشيلوتي يتعب عليها. انا بشوف انه هجوميا الفريق جاهز، على مستوى خط الوسط جيد، لكن على مستوى الدفاع انا بشوف انه كارلو انشيلوتي لازم يحاول يضغط على المدافعين اللي عنده. كيف؟ مثلا انت عندك اليوم الاساسيين ميليتاو الابا، مندي كرفخال على الاربقه مثلا، على الاطراف خلينا نحكي، لازم انت تضغط بورقه ناتشو على كل من ميليتاو والابا. هي شغلتك بالنهايه، عندك فايخو، عندك الابا، عندك لاعب من الكاستيا، انت عندك اوراق تضغط على هدول اللاعبين. حتى روديجر ضغط فيه كمان مو غلط، يعني بتجيك مباريات انت فيك تضغط على هدول اللاعبين حتى يخرجوا افضل ما عندهم، تقول له انه انت عم تقصر، انت عم تشرد، احيانا في لقطات بتيجي مو منطقيه انها تفوت جول من الاساس، يعني في سوء تعامل، وبالنهايه كورتو ما في انه يحمل كل شيء. كورتوا يعني بالنهايه بيتصدى لواحد اثنين ثلاثه اربعه، لكن خمسه ما بيصدى، بالنهايه هذا بشر. فانا بشوف انه الشيء الاساسي اللي لازم يشتغل عليه ريال مدريد بهذا الموسم حتى يستمر بالمنافسه على الليغا هي انه يتعب اكثر على خط دفاعه، لانه ممكن انت بمباراه تعمل 30 فرصه ما تتوفق وما تجيب غير جول واحد، بغلطه من دفاعك يروع عليك هذا المجهود، وشفنا هذا الشيء وحصل، وبسبب هذا الشيء حاليا ريال مدريد فقد الصداره لصالح برشلونه، بينما الخصم حسن انه يوفر على شباكه هذا الموضوع، كان عم يسجل يتوفق ببعض الاحيان ينتصر ب1-0، لكن هو بالنهايه ما عم يخلي المعركه توصل لثلثه الاول ولا عند الحارس حتى يصير في احتماليه اصلا لتسجيل اهداف مستقبليه. هي وجهه نظري بكل اختصار، وهي دردشه سريعه لا اكثر واقل. حطوا لي ارائكم بخانه التعليقات، بشوفكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.